كيف ما كتشوفوا غواص بغى ينزل في هذا الليل هذا باش يشوف يقدر يجبد الشاب محدو مازال هنايا. نشوفوا او نزل. شوف كيف ما كتشوفوا نزلوا جوج دابا، نزلوا جوج خوت دروا لهم الضو، نزلوا جوج في هذه اللحظات. كنتمناو انهم يتوفقوا. الله يوفقك اخويا ياسين. عرفتي باش ننزل في هذا الليل صراحه كنحييهم على هاد الروح، كنحييهم كذلك على هاد البطوله ديالهم، وانهم كيغامروا بالارواح ديالهم في سبيل انهم ينتشلوا هاد الشاب هذا اللي كان رفقه الاصدقاء ديالو هنا في واد سابو. كيقولوا 5 إلى 4 اصدقاء، لكن الاخرين عتقوهم جبدوهم يعني حيين، وهذا للاسف الشديد انهم ما تمكنوش من انهم ينقذوه. فبالتالي الان تضافر الجهود والغواصين يعني في هذا الليل هذا، وكنعرفوا صعوبه المهمه وصعوبه الرؤيه تحت مياه سابو، لكن غادي يلتجئوا لواحد الطرق خاصه لعل وعسى انهم يجبدوه. الان غادي يستعنوا كذلك بالشباك يعني طرق خاصه بهم اللي غادي يشتغلوا بها في هذا الليل هذا، نظرا لانه الوضع صعب. واد السبوق كنعرفوا حتى بالنهار وكتكون صعيبه فيها الرؤيه مع ذاك الليل، ولكن بالرغم من هذا وبالرغم من الاجواء وبالرغم من كل شيء، ولكن ما منعهمش الوضع انهم يدخلوا ويغوصوا في اعماق واد سابو. فكنشكروا الاخ الحسين والاصدقاء ديالو اللي كانوا في الواقعه الاولى، الان جاوا في وقت مبكر لعل وعسى كيبان ليه والو، ولكن بالرغم من ذلك كيستعن بالمصباح وكيغوص في هذه اللحظات، كيحاول الغوص باش يشوف واش كاين شي اثر لهذا الشاب. ننتظر ان شاء الله اننا نسمعوا شي خبر او ينتشلوا في اقرب وقت وما يطولش، لاننا كنعرفوا المعاناه ديال العائلات ديالهم وما وقع في الواقعه الاولى والكل يعرف ذلك. فبالتالي الان لازال يعني كل المواطنين اللي تفاجئوا بهذه الواقعه هذه، كاين اللي مازال ما استوعبش او مازال ما صدقش ما وقع الان، لكنهم لحد الساعه مازال كيطلبوا الله عز وجل وكيدعيو معاه باش انه يبان في هذه الليله هذه. فكنتمناو هبط كنعرفوا بان الغوص في هذا الليل صعب، فكنتمناو انه ما يصيبوش بكروه، لان كنعرفوا المواقف ديالو والمغامرات ديالو، يعني كيغامر بزاف وتيغوص في اماكن اللي هي ما بيناش. يعني تخيل معايا تخيل معايا سي هشام انا الوضع يعني بالليل وهذا يعني امر صعيب. كنتمنوا من المنبر ديالكم هذا المنبر هذا الناس ما يبقاش يقول لك هاد الشباب اللي كيخاطروا براسهم، كنسمعنا بانهم كانوا يعني ناغمين شويه، وكنتمناو اليوم كرامتكم بالخير ما كنبوش كذلك لا، ولكن اكثر ما نطلب الان هو انه يتم انتشاله. هذا هو ما نطلب في الوقت الراهن سيشا، هو يتم انتشاله. كيف ما كتشوف معايا الغواصين لا زالوا لحد الساعه يغوصون تحت مياه نهر السابو، لعل وعسى انهم يلقاو شي اثر ليه. شهود عيان تيقولوا بانهم شافوا المكان اللي طاح فيه، عطاو الان كل الاقوال ديالهم الغواصين اللي كيستعنوا بهذه الاقوال هذه وكيقلبوا هذه الاماكن القريبه، لعل وعسى انهم يلقاوه قبل ما يفوت الفوت، لانه يقدر يكون مازال غير في هذه البلايص هذو، لان الواقعه وقعت غير بساعات قليله، فبالتالي يعني يقدروا يلقاوه في اي لحظه. مازلنا كنتظروا كذلك شي اخبار من الغواصين اللي في هذه اللحظات كيغامروا كما سبق ونشرنا بالارواح ديالهم في سبيل انهم ينتشلوا هذه الجثه هذه. فكنشكروهم وكنتمنوا لهم التوفيق في هذه المهمه. يلا هشام نقابلهم في الواجهه الاخرى، لانهم غادي يجيو من الجهه الاخرى، نمشيو نشوفوا واش كاين شي اخبار من ديك الضفه الاخرى. اجي معايا سي هشام شوف كذلك نشوفوا واش كاين شي اخبار كذلك، لانهم مشاو من الجهه المعاك، مشاو من اقصى اليسار الى اقصى اليمين. كنتمناو ان شاء الله انهم يوفقوا في المهمه ديالهم. نمشيو نقربوا من الجهه الاخرى اللي مشاو لها الغواصين، لانهم دابا تيقلبوا في هذه العمليه التمشيطيه، لان الغوص في الاعماق صعب جدا، الرؤيه ما كتكونش واضحه. هذه طبعا امور واضحه. نمشيو نشوفوا لعل وعسى يبان شي جديد مع الغواصين ديالنا المتطوعين اللي كيغوصوا. كيف ما كتشوف معايا سي هشام
الغواصين مازالين كيف ما كتشوف بالمصابيح ديالهم كيقوموا بهذه العمليات التمشيطيه، وفي نفس الوقت كيغوصوا تحت مياه سابو. نعرف على ان البحث في الليل صعب للغايه، خصوصا وانهم ما عندهمش ادوات حديثه، كيستعنوا غير بادوات بدائيه، ادوات بسيطه، ولكن الروح البطوليه ديالهم وكذلك الانسانيه ديالهم كتخليهم انهم يقوموا بهذا المجهود هذا الانساني. فكنتمنوا انهم ما يصابوش بكروسيس. نمشيو للضيف، نمشيو نكملوا نشوفوا ليه، تبعوا نواكبوا معهم كل كبيره وصغيره وكل ما يقع في عمليه الانقاذ. سي شاكيب يلا نشوفوا خويا. سي شاكيب لحد الساعه مازال مساكنين غامرين بنفسهم. صراحه ما توقعتش انهم يدخلوا في هذا الوقت هذا، والله الا ما توقعت صراحه. صدموني. كنشكرهم على هذه البطوله ديالهم وعلى هذه الانسانيه اللي فيهم، وانهم تيغامروا بالارواح ديالهم. اذا كما تلاحظون مسافه كبيره خداو في هذه اللحظات، ولكن لحد الساعه لا جديد يذكر ولا قادم يعاد. لا زال الغواصون يغوصون في اعماق نهر سابو، لعل وعسى انهم يلقاو شي اثار ليه، لكن صعب بزاف. والو خويا والو، مازال ما صعيب الرؤيه بالليل سي هشام، بعيده وصعيبه، ما واضحه بالنهار والماء ما صافيش. وما ما عندهمش شي نظارات ديال المياه ولا شي حاجه حديثه. ما عندهمش الادوات والسيد بالعين ديالو المجرد اش يشوف، راه صعب. تتمنوا من الوقايه الميدانيه تحضر حتى هي، ماشي كاين ولكن غير في الجنبات. ما عندهمش ادوات الوقايه، ما عندهاش مع العلم انه كنعرفوا بانه مش شفنا شي ادوات في شي روبورتاجات راه كيفوقوا الادوات ديال اوروبا. لكن للاسف ما بانوش. كيبغيو يحضروا داكشي باش يبينوا للدول الاخرى راهم كاينين. دابا سيتاخذ صافي انا ورا مشى للقادوس. شو خونا انا نمشيو نقربوا وحده سيش. سير تفضل. يلا سي شكيب، اذا غادي نمشيو ونواصلوا واياكم ونرافقوا كذلك الغواصين الخاصين اللي بدورهم لازال كما سبق ونشرنا يغامرون بانفسهم، لعل وعسى انه يلقاو شي معلومه او يلقاو شي حبل اللي يوصلهم لهذا الشاب. الناس كيعاونوهم بالدعاء. إذن كيف ما كتشوف من اقصى اليمين الى اقصى اليسار مازال تيقلبوا. زين فيش نمشيو للجهه الاخرى نشوفوا لعل خويا تفضل. سعيد يلا نشوف لي شي خلاصه سي علوي خلاصه. بالنسبه للخلاصه اللي غادي نقول للناس هو انه هذا الشاب هذا لحد الساعه مازال ما كاينش شي معلومه او شي حاجه او شي اثار اللي غنقدروا نمدوكم بها لحد الساعه. مازال الامور والتصريحات ديال المواطنين مازال كاين واحد التناقض، مازال ما تمش الاجماع على كلمه واحده. يعني مازال في القضيه ما يقال، ومازال مازال جد في هذه القضيه هذه، ومازال ايضا ننتظر صحه المعلومات وللتاكد منها. ومازال ايضا باقي بزاف ما يتقال في هذا الملف هذا، لان لحد الساعه مازالت الصوره ما واضحاش، ومازال المواطنين بدورهم كذلك اللي كيدعيو مع هاد الناس هادو اللي كيغامروا كما سبق ونشرنا بارواحهم في سبيل انهم ينتشلوا هذا الشاب، لعل وعسى. ومازال سي هشام يعني البحث متواصل. سمعنا سي يوسف بان كاين الام ديالو كحضرات، ولكن بقينا تنظن انها فقط العائله ديالو. مازال ما عرفناش واش الام ديالو او هذا، لانه ما كاينش تصريح رسمي. يعني ما يعني صعب، لان العائله كما تعرف على انهم يعني نفس المشاعر ديال الام، كلشي كيغوت كلشي هذا. الصدمه الاولى ماشي غير على الام، وانما على العائله، الاخت ولا العمه ولا الخاله ولا اي واحد جا الواد وسمع بانه فرد من العائله ديالو، فراه غادي يتصرف بداك الشكل هسيشه. المشكل انه لكن تلاحظوا بانه نفس المكان اللي نفس المكان نفس الواقعه، وليس ببعيد عن الواقعه الاولى، تقريبا نفس المنطقه نفس المنطقه ولكن تختلف الظروف. الشاب الاخر كانت الاوضاع الحاره، يعني كنعرفوا بان واحد الموجه الحراره اللي تزامنت مع ديك الايام،
فبالتالي هو كيقرا غير في التكوين هنايا، هو اصلا من جامعه الناصر كيقرا في التكوين، جا بيعهم هنا دا الواد هادو عاموا في هاد العشيه هادي. قال لك شي تحدي او شيء من هذا القبيل او كما سبق واشرنا، يعني بزاف الامور في انتظار التاكد من السيشن. لحد الساعه ما نقدروش نعطيو شي حاجه اكزاكت، لانه لحد الان مازال المعلومات غير مؤكده، ومازال المواطنين كل يدلي بيدلويه. مرحبا. يعني كل تيقول كلام وحتى شهود عيان، لحد الساعه مازال هذا تيقول هضره ولا تيقول هضره. فبالتالي تيخص مثلا الخضوع على الخبره باش نتاكدوا من صحه المعلومات اللي تيقول الاخرين، وما نظلموش شي واحد حتى تبان الحقيقه. وحنا ان شاء الله نواكب هذا الحدث الى اخره في انتظار ظهور المعطيات الجديده، وفي انتظار اولا الاهم والحدث الاهم ديالنا هو انه ينتشر الشاب بالله. المشكل انه كنعرفوا هذه المنطقه بان صعيب ان ديال السباحه وتيجيو شي يعوموا هنايا، هذا هو المشكل. عارف الكل يعرف خطوره واد السبع، الكل يعرف انه باش تعوم فيه في الليل يعني مساله اصعب من ذلك. سي شاكيب راه ولد الواد وعارف الواد وعارف الخطوره ديال الواد، ساكن قريب للواد. تقدر تعوم في الواد اخويا شاكيب وكان تعوم بالليل؟ ما يمكنش. بالنهار وكنخافوا. ما يمكنش بالليل. بالنهار وكنخافوا صاحبي، يعني الليل صعب. فكنسالوا الله السلامه والعافيه، وكنتمناو ان الغواصين يتوفقوا في المهمه ديالهم ويتم انتشال هذا باش تغامر بالروح ديالك شي حاجه. يعني مساله صعبه، وكنتمناو ان شاء الله على انهم يتوفقوا. لحد الساعة كما سبق ونشرنا لا جديد يذكر ولا قادم يعاد. الغواصين لا زالوا في عمليتهم، لا زالوا يبحثون عن أي شيء اللي يقدر يوصلهم أو يقدروا يلقاو ليه شي آثار، لكن صعب خصوصا في الظروف والظلام حالك راه صعب. اذا ان شاء الله غادي نرجعوا لكم في بث مباشر اخر باش نوافيكم باخر التطورات. السؤال اللي كيسولوا الناس اغلبيتهم كاين هي الوقايه، هذا هو السؤال اللي دابا كيطرح، مع العلم انه الوقايه كما سبق ونشرنا حاضرين، ولكن غير في جنبات الواد. كانوا حاضرين في الواقعه، ولكن ما كانوش البحث بالليل ما كانش كيتم. البحث كيبدا من الساعه ديك 7 ولا 8 وكيساليو يعني قبل المغرب. ما عرفناش دابا واش هذا السبب ديالو انه عندهم ما عندهمش التقنيين ولا ما عندهمش المواد ولا ما عندهمش شنو. هذا المشكل فين يعني صراحه هذا هو السؤال الذي يطرح، هذا هو السؤال الذي يطرح وطرحناه اكثر من مره. واش المشكل في الكفاءات؟ واش المشكل في المواد؟ واش الموارد؟ وتبارك الله واش الدوله ما يكونش الله اعلم. نتمناو خير يا هشام خويا. المهم والو خويا، كيف ما كتشوفوا الغواصين الخاصين بدورهم اللي غامروا بالارواح ديالهم لحد الساعه لا جديد يذكر. قول لي فاش دخلتوا كيف كان بعدا بلاتي تسمحوا لي نقدم لكم راسي، ولكن اول حاجه غنقدر نتكلم بها بمصداقيه وبدون لغه الخشب، وغنقول داكشي اللي في قلبي لحقاش انا كوني كسباح منقذ وغيور على هذه المدينه. نقدم لكم راسي، انا ادريس الوالي، سباح منقذ ازيد من 15 سنه، حاصل على دبلوم في الانقاذ، ابن مدينه القنيطره، وكنقطن بجانب هذا النهر سابو. هاد الفاجعه هذه كنا ديما كنسمعوها ومازال غنعاودو نسمعوها. يلاه قلتها لواحد السيد البارح. سمحوا لي لانه يلاه طلع من مهمه صعبه. انا كنت من السباح المنقذين اللي كانوا في الاخ عبد الرحيم، اللي كنت في الخفاء، اللي خرجوا بعض المنابر الصحفيه بداو كيقولوا فينا هما قنيطره، فينا هما ولاد القنيطره. بغيت نوصل لهم واحد الميساج من هذا المنبر ان ولاد القنيطره كيخدموا بالخفاء. انا راه ما عنديش قناه يوتيوب باش نجي نبقى نتصور على ولد الدري باش واحد اخر يدير الباز. ولاد قنيط، انا ولد قنيطره واللي حضرت لهذه الازيد نقول لك شي 30 واحد ولا 40 واحد اللي جبناه من هذا الواد ما عمرنا بنا في يوتيوب. نتمنى من الله من هذه الفاجعه هذه راه من يستحيل غنقدروا نلقاوه، كيف ما نشرت لواحد بعض المنابر الصحفيه في الاخ عبد الرحيم، قلت لهم راه من يستحيل، راه 90% ولا 99% نقدر نقول راه ما يقدر يلقاه حتى شي واحد. يعني حنا كحكم تجربه، كحكم انني كنسكن بجانب النهر سابو، راه كنقول لهم راه من يستحيل، راه كنديروا حنا اللي في جهدنا، كنقوموا بالواجب والكمال على الله. الاخ ديالنا دابا المشكل شنو اللي وقع؟ هو طاح في وسط الوادي، نفس التكرار ديال اخونا عبد الرحيم الله يرحمه في هذا النهار، انه طاح في النص ديال الواد كاين الكورون. ودابا اليوم النهار الرابع في الماريه كبيره، يعني بغيت نوصل الاخوان المغاربه ان الماريه كبيره يعني كيكون فيها التيار مجهد، تيكون فيها لو كورون مجهد. نتمنى من الله نوصل لواحد الميساج ان صحاب اليوتيوب يجيو يخدموا على بنيتهم، لحقاش انا كوني كسباح منقذ اللي ما عمري خرجت في شي منبر اعلامي، اليوم اللي كاول مره غادي نخرج في منابر اعلاميه. نتمنى من
الله الا كان يجي شي واحد يخدم بقلبه، اما ما يركبش الموجه بحال اللي وقع اخونا عبد الرحيم. يجي واحد يبقى غادي مفلوطي فوق الماء ويمشي ينشر داكشي في يوتيوب، ولا يبقى يخرج شي اقوال اللي ما كاينينش كاع. راه حني كوني انا بعدا كنقولها وكنعاود نقولها، راه الا رجعتي الفيديوهات القدام في المنابر الاعلاميه ديالكم، راه شحال من واحد خرجناه من هنا في صمت. نتمنوا من الله نخدموا الرجال، نكونوا خوت مع بعضياتنا، ماشي واحد جاي داير شان ديال يوتيوب يجي يبقى يصور هنا ويتصور علينا. حنا كاولاد قنيطره وكابناء قنيطره كاملين راه عندنا كفاءات، عندنا الدراري المختصين في هذا الشيء. راه ما يستحيل الا غرق شي واحد من هنا، راه صعيب وصعيب 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 صعيب باش انه يتجبد. خاصو حتى دوز المده ديال 3 ايام كيف ما نشرت لهم، قلت لهم راه ان شاء الله نهار الثالث هذاك، راه ماشي النهار الرابع، النهار الثالث ديالو، يعني كنحسبوه بالتوبه بالوقت بالتايمين، كنحسبوه بالوقت، راه ماشي كنحسبوه بالنهارات. الوغ 72 ساعه باش كيطلع الانسان، راه ماشي بالنهار الثالث، حيت هو ما غرقش مع 12 الليل ديال نهار الاربعاء، هو راه غرق نهار الخميس مع الربعاء. الوغ نهار السبت مع الربعاء طلع. نتمنى من الله نكونوا الا كانوا شي وحدين متطوعين ولا كانوا شي وحدين مختصين في هذا الشيء يجيو يعاونونا بخفاء، ولا يخرجوا بمنابر اعلاميه ولكن يقولوا الحق، ماشي يركبوا الموجه على ود ظهر اخونا. راه هاد المره هذه انا غنوقف لهم في المرصاد. انا الا كانوا بعض الدراري المنابر الصحفيه اللي كانوا جاو عندي وحبستهم، قلت لهم ما نخرج حتى شي الاخر على ود هذا الشيء، حيت كنشوف داك الشيء كيضرني في خاطري. انا راه كنخدم وكنسكت، ما كنحتاجش انني نخرج للميكرو ونبقى نهضر، ولكن اللي بقى فيا الحال بزاف هما من بعد الفاجعه اللي جبدوا الوقايه المدنيه، وعندي دلائل. الوقايه المدنيه اللي جبدوه، الناس يقول لك من جديده اللي جبدوه، راه ماشي من جديده اللي جبدوه، راه الناس ديال الوقايه المدنيه اللي كاينين تما اللي عندهم خبره في هذا الواد ازيد من 30 عام، اللي كاين اللي ما في عمره هو دوزو غير في الواد، يعني ما يجيش واحد اخر على ود عنده شان ويبقى يقول انا درت انا فعلت. نتمنى من الله مرحبا اللي عنده شي سؤال نقدر نطرحه ليه، وسمحوا لي الا هضرت بواحد الحرقه ولا الصعوبات اللي واجهت حاليا. كاين الكورون كيف ما قلت لهم، راه اليوم النهار الرابع في الماريه كبيره. الوغ اليوم راه كان الماء تيجري بالجهد، يعني اخونا راه ما يقدرش يبقى في البلاصه، راه غيديه الماء. يعني حاولنا حنا دابا حاليا بلا ما يكذب عليك شي واحد اخي ويقول لك حنا غنبطاو نغطسوا عليه، راه من يستحيل تشوف تحت الماء، راه كدير لصبعك هكا ما تيبقاش يبان لك. عاد دابا كاين الظلام، هذا هو العامل الثاني. العامل الثالث هو كاين الكورون مجهد، يعني الاخ طاح في وسط الواد، يعني من صعيب في وسط الواد راه كاين واحد 30 متر ولا ما كاملاش، واحد 20 متر ولا 25 متر، يعني باش يقول لك واحد جايب لاقراعي ويهبط عليه، يهبط يغطس عليه، راه لا يمكن بلا ما يبقاو يركبوا على الموجه اخي. هذا هو اللي كاين دابا. انا نقول لك الامل الوحيد اللي كاين، يعني ما غنغطسوش عليها اخي بلا ما يقول لك شي واحد. انا كنقول لك هذا الشيء بحكم التجربه، يعني وحاصل على دبلوم معترف به عالميا، وما كنخرجش ما كنقولش هذا الشيء، كنحاول، ولكن اليوم اضطريت نخرج في هذه المنابر. اليوم اللي هبطنا احتمال واحد هو يطلع يفلوطي فوق الماء، حيت الانسان كاين شي بعض الانسان اللي كيهبط كيعاود يطلع فوق الماء، كيبقى غادي في واحد المسافه عاد كيهبط عاوتاني. يعني حاولنا نديروا واحد، نبقاو غاديين مع الجناب ديال الماء، وللاسف راه ما كاين بزاف العوامل، الكورون مجهد والظلام ما كنشوفوا حتى شي حاجه، ونتمنوا من الله نلقاو في اسرع وقت. دابا بعد ما قلتي انه كنتسناو 72 ساعه، دابا غنتسناو حنا 72 ساعه هو لابد، حيت هادشي قدر ديال الله، قدر ديال الله هادشي يا اخي. يعني هادشي تنقول لك بكل حكم التجربه، يعني انني مرارا وتكرارا. الاخ كاينين هنايا منابر صحفيه، وعلى ما اظن كنتي انت معنا واحد اللي كنا لهيه في قنطره ولاد بالرجال قبل من الفاجعه ديال عبد الرحيم اللي ما تكلم عليها حتى شي واحد، يعني اللي كنت فيها وكنت كنخدم بخفاء، ما خرجت حتى شي منابر اللي في اي غريقه كنكون ولا بد. راه دابا من النعاس جيت خدام مع 6 الصباح، ومعليش انا خونا هذا، يعني كنتي معنا راه 8 مع خرج ديال يوسف 8 مع خرج، وما جبدوا حتى واحد. كاينين شي منابر اعلام الدراري كيقول لك انا اللي جبدتو، انا اللي جبدت. الوقايه المدنيه اللي جبداتو كان واحد له موجه لهم واحد الشكر، راه كيخدموا خدمه كبيره، راه صعيبه اللي ما يحس بها الا اللي ولد هذه المنطقه، واللي كيكون بغيت نوجه لهم واحد الشكر. الوقايه المدنيه اللي كيقوموا بواحد الواجب، لا راه خيال، يعني راه معاك كاين التيار، كاين الكورون مجهد، كاين الكوردات، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي ما كيخليوكش انك. دابا ترجعوا للسؤال، دابا انت كمتطوع خرجتي دابا، فين هي الوقايه المدنيه؟ الوقايه المدنيه اخي يستحيل انها تجي، كان على ما اظن
واخا غيجيو الوقايه المدنيه اخي انا كنوجه كلمه ما يقدروا يديروا حتى شي حاجه. هذا الرأي الساحل كاين الظلام، هذا الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كاين الكورون مجهد، يعني راه ماشي بحال الكورون اللي كان مات فيه اخونا عبد الرحيم، يعني راه دابا راه الماء مجهد، الماء كيجري بزاف، راه حنا غير هبطنا كاين ديك الكورون لهنا الاخ. وغدا نتمنى من الله الوقايه المدنيه يجيو، وكون على يقين غادي يجيو ان شاء الله. ان فوا غيطلع النهار غادي يجيو الوقايه المدنيه وغيقوموا بالواجب ديالهم، وهذا الشيء اللي كاين. الاخ وشكرا. واش هذا الشاب هذا يعني يقدر حتى هو غادي يطلع في نفس البلاصه، او مع دابا كتقول الماء تيجري غيقدر يخرج في شي بلاصه اخرى؟ لا ما عندوش فين يمشي، ما كاينش شي واحد غرق هنا اخويا، حيت كاينين شي وحدين كيقول لك يقدر يخرج في البحر، يقدر يخرج في الهي. متفق معك. هذا الواد هذا كيبدا من فاس وكينتهي في شاطئ مهديه، ولكن هي حكم التجربه ديالي واللي كنت هنا في الواد يستحيل انه يوصل لذوك المناطق. يعني غالبا هذا الاخ ديالنا غيطلع ما بين الدوره، ما بين القهاوي، وما بين قنطره ولاد برجه، ما غيتعداش هذه المسافه هذه. يعني كاين واحد الشاب اللي هنا قال لك ما يفوتش 600 متر وكاع. 600 متر يعني ما يفوتهاش زعما. هذاك الشيء اللي قلت لك، هذا هو اللي كاين. هذا كل عام هكا ما تيفوتهاش. ونتمناو من الله اي واحد متطوع بغى يجي يخدم من قلبه وبشجاعه، ونتمنى من الوقايه المدنيه غدا الصباح يجيو ان شاء الله، والله يرحمه فضل لا الله. الاخ واخا ملي هضرتي على الوقايه المدنيه، واش ما كاينش شي اجهزه اللي غيخدموا بها بالليل؟ ما كاينش انا كيف ما شرحت لك اخي، واخا حنا غيجي كنسمعوا باللي كاينه اجهزه يعني كاينين اجهزه. راه حنا في المغرب تبارك الله راه عندنا من الاجهزه اللي واعرين، راه مكلاسين، حنا راه مزيانين في الوقايه المدنيه اخي. غير هو راه قلت لك كاينين بزاف العوامل اللي ما يخليهمش يقدروا يجيو. راه بالحكم نشرح لك، كاينين غطاسه اللي كاينين ولاد قنيطره واللي جاو نهار قنيطره، نهار اللي مات اخونا عبد الرحيم وما هبطوش. عرفتي علاش؟ حيت عارفين هذه المأساة هذه حنا تعايشنا معها. هذه كنسميها انا ماشي فاجعه، هذه راه حنا تعايشنا معها اخي. لحقاش كاينين شي غطاسه اللي تبارك الله راه من خيرات الغطاسين وما هبطوش. علاش؟ حيت عارفين يستحيل انهم يقدروا يبقاو، حيت كاينين بزاف ديال العوامل اللي ما يخليوهمش يتعبوا. انت غدا ان شاء الله كنتمنى من الله الوقايه المدنيه، وكون على يقين غدا غادي يجيو. ومن هذا المنبر هذه انا تفكرت واحد الميساج كنت بغيت نوصلو، هو انه هذه الفاجعه هذه اخي ديما كتكرر. كاين شي بعض السباحين المنقذين ولا بعض الغطاسه اللي كانوا في المنابر الاعلاميه كانوا كيقولوا خاصها تكون بلاكه هنايا. انا ضد هذه الفكره ديال تكون بلاكه. انا نقول لك علاش. خاص الامن. ايوا هذا الشيء اللي كاين، انا بغيت البلاكه. راه هذا السن الدري مراهق، راه عنده 16 17 15 عام، راه ما يشوفش لك البلاكه. يقدر يكون الانسان ثاني سكران، يعني ما يكون بدون شعور. انا نقدر نوجه هذا الميساج نوجهه للبلديه او للناس اللي مختصين بهذا الكورنيش هذا، انهم يديروا واحد لاجون سيكوريتي، انهم يديروا واحد السيكوريتي هنا. راه كاينين الشباب تبارك الله اللي باغيين يخدموا، راه عندهم كفاءات، كاينين الناس باغيين يخدموا، يديروا واحد جوج ديال لاجون سيكوريتي اللي يبقاو يديروا واحد هنايا روند، يبقاو يتمشاو في الواد، واللي لقاوه غادي يعوموا ولا هذا يجريو عليه بحال هكا، باش نكونوا السكينه حتى هي الطمأنينه، وحتى حنا نكونوا ولاد هاد الناس اللي غيغرقوا حتى هما يكونوا في اطمئنان. هذا الشيء اللي بغيت نوصل ليه. وشكرا، وكنتمنى من الله نلقاو في اسرع وقت، وهذا الشيء اللي كاين. شكرا.